بربي نحب نسأل اللي يسمعوا فيا تو اللي يسمع فيا، نحب نقول له انتي شكونك انتي شكون باش تحكم على الناس وتقول هذا صحيح وهذا الغلط؟ شكونك انتي باش تنتقد الناس؟ شكون اللي عينك؟ شكون اللي حطك وقالك تفضل احكم على فلان وفلان؟ في بالك اللي انتي ناقص؟ ما نشسب فيك، راه كلنا ناقصين سبحان الله، فما حتى حد كامل. اما المشكلة مش في العيوب، المشكلة ان نحن ديما ننقلوا في بعضنا ونتهموا في بعضنا، ويعني ديما نغزل بعضنا في غزلة خايبة. انا ما نجمش نعايرك بالعيب اللي عندك، خاطر انا ديجا عندي عيب. انت تعرف اللي تغزله في غزلة تاع احتقار، خاطر هو على قد الحال وانت ربي عاتيك. تغزله انت غزلة ديك تحطمه، تسود له الدنيا في عينيه. تعرف السمين ذاك اللي انت تضحك عليه تنتقد فيه، شكون نعرف هو ما بذلش مجهود خرافي، ما بذلش برشا عناء يعني وتعب باش يضعاف وما نجمش. والطفلة اللي تغزلها في غزلة خايبة خاطرها ما هيش مزيانة، في بالك اللي هي كل يوم تتعب وتتزين وتعمل في برشا زينة باش تعجب واحد سطحي كيفك، واحد ما مدخلش فيه حد شي، ما مدخلوش فيها. ذا كل يعني قاعد يصير جست خاطر انت تغزل غيرك في غزلة متاع احتقار متاع سخرية. عليه من ما يهتمش كل واحد في روحه، عليه ما نخطوش بعضنا، عليه ديما نعرفش نغزل روحنا في غزلة خايبة لهالدرجة احنا كارهين بعضنا. يا خويا اتلهي في روحك. وانا مانيش الانسان المثالي راهو باش نزين في صورتي قدامكم، لا جملة. انا اصلا كنت نعمل هك، ومن تو من اللحظة هذه باش ما نقولش من بارح ولا من قلت البارح، من اللحظة هذه نحب نبدأ من أول جديد. لا عاد نغزل لغيري غزلة خايبة، ولا عاد نضحك على غيري ولا حتى شيء. وما صاب كل إنسان يسمع فيا يحاول يبدل من روحه.